السلام عليكم أصدقائي، رجعنا لكم من جديد فيديو جديد بطريقة الكيكة الباردة بدون فرن وبدون بيض وبطريقة سريعة. خلينا نشوف المقادير. مقادير كتير بسيطة. عندنا هون بسكويت سادة بالشوكولا، علبتين بسكويت سادة بالشوكولا، علبتين بسكويت سادة بالحليب، عندنا هون كريم شانتيه، وعندنا هون شوكولا، وعندنا هون بودينج، وعندنا هون حليب، وعندنا حليب راح نطبخ فيه البودينج. راح نجيكم بالطريقة. عندنا هون لتر حليب راح ننزل فوقه البودينج، ننزله على البارد من دون ما نشغل الغاز. هذا البودينج جاهز. نجيب. طلبوه مني هذا الفيديو أهل حمص، تحياتي لأهل حمص الجميع. هلا على البارد راح منحرك البودينج مع الحليب، بس يتمازج الخليط راح منشغل الغاز ومنتم منحرك. طريقة ولا أسهل من هيك، وإن شاء الله تنجح معكم جميع. شايفين كيف؟ بعد ما حركناه لمدة دقيقتين شغلنا الغاز ونتم نحرك. طريقة سهلة ومضمونة 100%. راح نتم نحرك لبين ما يغلي الحليب مع البودنج. أصدقائي اضطرينا نحط كيس تاني بودنج. نحن حطينا لتر حليب، أنا فكرت إن هذا بيجي 200 جرام، طلع 100 جرام، فاضطرينا نحط 100 جرام تانية. حطينا قبل 100 جرام، هلا نحط 100 جرام تانية عشان يعطينا القوام هذا. لو كان سخن بتعمل بحرك وبنزل. هو الأفضل ننزله على البارد، بس أنا انتبهت عليه إني ما سمك معي كتير، طلع 100 جرام. أنا بالعادة بجيبه كيس تبع 200 جرام. هذا البودنج مؤلف من نشا وكاكاو وسكر كامل يعني. شايفين أنا بحرك المزيج معي سمك شوي. خلص 100 جرام تانيين، يعني كل لتر حليب بده 200 جرام بودنج. انا طفيت الغاز، راح برجع بشغل الغاز وبكمل تحريك لبين ما يسمك اكتر. ما بدي لا سميك ولا مريء، يكون قوامه وسط. شايفين بحرك انا بسرعة عشان ما يتكتل معي، لاني فيه مادة نشا. مثل ما قلنا تحية لأهل حمص، طلبوا مني الكيكة الباردة، وتحية لجميع أهل سوريا وجميع الدول العربية، شرفتوني. بلش يعطيني القوام اللي بدي اياه. بده تحريك تقريبا 5 دقايق. أنا لو حطيت ال 200 جرام مع بعضهم كان هلا صار جاهز. وهلا حطاني القوام، بيفو يبقبق شوي يغلي يعني. بيفو يغلي، بس غلى شوي
طبعا بعد ما حركناه قلب شوي هيك، شايفين؟ صار عندي قوام جاهز، ما بدي اياه سميك كتير. راح نطفي الغاز تحته. هلا جيناكم بالطريقة البسكويت. هلا بنروح بالحليب، ندهنها شوكولا، نجيب فوقها الشوكولا، غطسناها بالحليب، كست بنحطها على الزيت، نغطس، شوكولا، حليب، شوكولا، نغطس بالحليب، ندهن شوكولا، نغطس بالحليب، اللي بتنكسر نحطها على الزيت. فينا نحطها بالنص ما بيأثر. هيك أول شي حطينا حليب، بنجيب شوكولا، طريقة سهلة كتير. حليب، شوكولا، اللي بلاقيها صعبة نحط قطعتين قطعتين شوكولا، ندهن بسكويت حليب، ندهن. تمام. طريقة ولا أسهل من هيك. خلص الطريقة، خلص صف. أصدقائي هلا رح فضينا الكريمة شانتيه بهذا الوعاء، وحطينا 4 معالق كاكاو، وراح ننزل فوق الحليب شوي شوي. تمام. هلا نحن عم نعمل الكريمة، حليب بننزله قلنا شوي شوي. الكاكاو لأني الكيكة تبعيتنا بالشوكولا. هيك صار معنا قوامه جاهز. خلطناها لمدة 3 دقايق، صار القوام جاهز. وهلا رح ندهن فيها الكيكة الباردة. كريمة، صار قوامها جاهز. قوامة عال العال، خلطناها بحليب
يفضل يكون حليب بارد. إذا كان الحليب بارد رأسا تعطيكم الشكل اللي بدكم إياه، القوام اللي بدكم إياه. ندهن الوجه كريمة ونرجع لكم. والله الكيكة الباردة صارت معنا جاهزة. رح ننزل فوقها شوكولا سائلة. نزلنا فوق الشوكولا السائلة. هلا رح نمدها. ما بنضغط كتير. شايفين ملاحظين معي ما عم بضغط كتير. طريقة مضمونة 100% بإذن الله، وراح تعجب الجميع. وأي استفسار أنا معكم بالتعليقات. لا تنسوني من الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل الجديد. حطوا لنا هيك تعليق كويس على ذوقكم. هذول بنرجع نمسحهم هلا. برجع لكم. هلا عبينا القالب اللي نزين فيه كريمة، نكبسه كبسة صغيرة قبل. تمام. رح نزينه الشكل النهائي. بدك تكونوا صاحيين لهالشغلة هاي قبل ما يفضل القالب هاد عشان تعبوه، عشان ما ينتزع معكم الشكل. راح ندير الصينية أنا عشان استحكملها. قرب ينتهي معي. راح نعبيه.
أصدقائي، كيكتنا صارت جاهزة بعد ما ريحناها بالبراد لمدة 3 ساعات. صارت جاهزة معي. رح أقطعها قدامكم. شيلها بإيدي. شايفين كيف نفشت معي؟ كأني أنا سويت جاتو، بس هاي طريقة بدون فرن وبدون بيض وسهلة للجميع. وأهلا وسهلا فيكم، شرفتوني. رح نقطعها كيف ما قطعناه، رح تعطينا نفس الشكل. شايفين؟ طريقة مضمونة 100% بإذن الله، وما بتعذبكن أبدا. والأهم من هيك إني سهلة، بإمكان أي حدا يساويها، ما بتعطل على الفرن. طريقة كيكتنا من الألف إلى الياء بالبسكويت السادة والشوكولا. طبعا نحن الشوكولا ذوبناها على الغاز وكتيناها فوق القالب. شايفين؟ بهذا الشكل